انا اللي خدمت، انا اللي وصلت، انا واكبر قالب واكبر فخ يقدر يطيح فيه شي واحد والله يمد زقلك شي حاجه. اصبر، علاش الانسان كيغفل من كيكون مرتاح؟ حيت النفس ديالنا كتنسى دغيا، ومن كيكون الانسان غارق في النعم كيجيه واحد الاحساس وهمي بالتحكم، ويبقى يقدر يقول انا اللي درت، انا اللي خدمت، انا اللي وصلت، انا وكيولي الانسان كينسب كل شيء لراسو. وهذا هو اكبر قالب واكبر فخ يقدر يطيح فيه شي واحد، كما جرى مع فرعون. الا تذكرت فرعون قال انا ربكم الاعلى. شتو فرعون شنو طرالو؟ وقارون قال انما اوتيته على علم من عندي. ربي مغرقنا في النعم، والحقيقه ديال هاد النعم هي في الاصل اختبار. راه الابتلاء ماشي محصور غير في المرض ولا شي مصيبه ولا شي كارثه تسلطات عليه، راه النعم حتى هي ابتلاء واختبار. الفلوس ابتلاء، الذريه، الاولاد حتى هما ابتلاء. واعلموا انما اموالكم واولادكم فتنه وان الله عنده اجر عظيم. الصحه حتى هي ابتلاء، ربي عطاك الصحه وغادي يختبرك بها باش يشوفك فاش غادي تستغلها. واش كتستغلها في المعاصي والشهوات وكتعدى على عباد الله، ولا كتستغلها في الخير وكتعاون الناس في شي امور كتطلب القوه والصحه؟ وعلى عكس ذلك حتى المرض والانسان اللي ما عندوش الصحه كيشوفوا ربي واش غادي يصبر لحكم الله سبحانه وتعالى. شفتي غير الراحه والجليس حتى هي غتحاسب عليها. لا تزول قدم عبد يوم القيامه حتى يسال عن عمره فيما افناه، وعن علمه فيما فعل فيه، وعن ماله من اين اكتسبه، وفيما انفقه، وعن جسمه فيما ابلاه. البق ما يزهق والله يمد زقلك شي حاجه. اصبر.